تعالوا أوريكوا إزاي تقدروا تقضوا يوم حلو في برج القاهرة. لو انتوا في القاهرة وعايزين تروحوا البرج، هتركبوا المترو وتنزلوا محطة الأوبرا، وهتطلعوا من المحطة في اتجاه كوبري قصر النيل، وهتدخلوا شارع اسمه شارع الجزيرة، ومنه هتدخلوا شارع البرج. وفي الشارع ده هتلاقوا في وشكوا شجرة عملاقة. الشجرة دي اسمها شجرة الزمالك، وهي شجرة أثرية، نقدر نقول إنها أشهر شجرة في مصر. وحكاية الشجرة دي هي إن الخديوي إسماعيل كان عايز يزين شوارع القاهرة كلها، فأمر بجلب شجر اسمه التين البنغالي، وده كان في عام 1868. الشجرة دي ليها خصائص مميزة جدا، وده عشان الشجرة دي معمرة، وبتمتد جذورها للأرض من جديد عن طريق جذورها الهوائية، وهي من أهم معالم منطقة الزمالك، وهي الأخيرة من نوعها. نيجي بقى للبرج. بالنسبة لتذكرة الدخول سعرها 60 جنيه للمصريين، ولو حابين تستخدموا التلسكوب فده ليه تذكرة غير تذكرة الدخول وسعرها 20 جنيه. هتاخدوا التذاكر وتنتظروا دوركم في الأسانسير. بيطلع الأسانسير في 65 ثانية للدور 61، والدور 61 ده فيه الكافيه، والدور 62 هتطلعوا على رجليكوا عشان توصلوا للبانوراما المكشوفة، واللي هتقدروا من خلالها تشوفوا مبنى وزارة الخارجية وماسبيرو والنيل بكل فروعه ومبنى الإذاعة والتلفزيون والقلعة والأهرامات ونادي الجزيرة وكوبري قصر النيل والأوبرا كمان. البرج واخد شكل زهرة اللوتس، والزهرة دي من أشهر الزهور من أيام قدماء المصريين. البرج في قمته مطعم سياحي على منصة دوارة، وهو بيسمى بالمطعم الدوار، وبيلف المطعم 360 درجة حوالين نفسه، وده كل 45 دقيقة. والمطعم بيلف بالزائر عشان يقدر يشوف كل معالم القاهرة من كل اتجاه. والمطعم موجود في الدور 60. اتبنى البرج بين فرعي النيل في جزيرة الزمالك، وصممه المهندس نعوم شبيب، واللي اخترع طريقة فريدة في تنفيذه. واستخدم في بناء البرج قاعدة الجرانيت الأسواني، واللي تم استخدامها في بناء المعابد المصرية القديمة. ارتفاع برج القاهرة أعلى من الهرم الأكبر ب43 متر، وشارك بقى في بناء البرج 500 عامل مصري، فبرج القاهرة مصري حتى النخاع. وكان لبرج القاهرة دور كبير جدا لما تحول لمركز رئيسي لبث إذاعات سرية وعلنية انطلقت من القاهرة عشان تغطي قارتي آسيا وأفريقيا.